السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد. وصفة تاع اليوم، على بالي بلي ولادنا واهلنا وسيرتو الرجال ما يبغوش كاع الخضره بزاف، وراه وقت الخضره اللي قد نغتنموا الفرصه ونحاولوا ندخلوها لهم في الطياب بلا ما يعرفوها وياكلوها وهما فرحانين. اليوم عندي البسباس، غادي نديرها لكم بواحد الطريقه بزاف بنين، شباب وصحي واكثر من رائع. نجيبو كوكوطه نديرو فيها مغرف كبيره تاع السمن ونخلوها تذوب. من بعد نحط فيها حوالي 2 ولا 3 فصوص تاع الثوم ونقطعهم عادي ونخليهم يتقلوا غايه حتى تخرج ريحه الثوم. زدت معها حبه كبيره تاع بصل وكلشي قطعيه نورمال باسكو كلشي غادي يترحى من بعد. ونزيد نقلي، غادي كل ما ندير حبه خضره غادي نقليها غايه. عندي 2 حبات ولا ديري حتى ل3 زروديات هاني تكون مقطعه هكا، ونزيد نقليها. وكل ما تشمي ريحه تاع الخضره عرفي باللي البلا تاعك ولا الطبق تاعك غادي يجي بزاف بنين. هنا عندي حبه صغيره تاع لفت تاني قليتها، وتقدري تزيدي حبه بطاطا تاني تجي فيها بنينه. هنا عندي 3 حبات بسباس مغسولين غايه ونقيين، قطعتهم هكا شرائح ولا كل وحده قطعتها على 4، وتاني حطيتهم وزدت قليتهم حتى شميت ريحه البسباس في الكوزينه. عاد حبست من التقليه. قلت لك السر في كاع الوصفات هو التقليه، قد ما تقلي كوكوتك قد ما تجيك البنه شابه. ديري ورقه عرند وشويه قرفه تاع عود، شوفي قداش بزاف صغير قرفه تاع العود. دروك نديرو التوابل اللي بزاف بسيطه وسامبل، اللي هي نديرو شويه تاع الملح. الملح نتيا راكي تعرفي كوكوتك شحال ترفد الملح، الكميه تاع الملح على حساب كل وحده والذوق تاعها، وعلى حساب ما كي حافظه الكونتيتي تاعك شحال تاكل لك الملح. ندير شويه تاع ملح، عندي شويه تاع الحرور يعني الفلفل الكحل، وعندي شويه سكنجبير، وغادي نخلط كلش مع بعض. شفتوا شحال درنا التوابل؟ هذا مكان ملح حرور سكنجبير، ودرنا داك العويد الصغير تاع القرفه مع ورقه الرند. نخلط غايه باش هذوك التوابل يدخلوا في الخضره. مام هما كشغل يتقلوا غير شويه ابان، ما نقلوهمش حتى يمراروا ويطلقوا لي كو ماشي شباب، غير هكا. في هذيك السمن سورتو كي رانا دايرين السمن، ولا ما بغيتيش السمن تنجمي ديري الزيت نورمال كيما تبغي. من بعد درت واحد الربطه صغيره تاع الكرافس، يعني رانا دايرين كاع انواع الخضره الشتويه هكا باش تعطينا فوائد في الطبق تاعنا. جيبي كميه من الماء اللي يكون حامي ومرقي بيه الخضره تاعك حتى اللي تغطيها. كي تشوفي خضرتك تغطت، انا درت حوالي لتر تاع الماء. خلطتها تخليطه هكا خفيفه وزدت للنار باسكو ملي كنت نقلي كنت اوتوماتيكمون نقصت لها. كي نقلو النار تقعد ناقصه باش ما تنحرقليش البصله والثوم وكاع. من بعد نغطي على كوكوتي. الكوكوطه كي تغطوا عليها وديروا السيفلي تاعكم، تحسبوا لها كي تبدا تصفر، تحسبي لها 20 دقيقه على نار متوسطه. شوفوا راني دايره في الكانون المتوسط. دائما نقول لكم ما ديروش في الشعاله الكبيره كاع، راه ينحرق لكم وينشف. درتها في الكانون المتوسط، حسبت لها 20 دقيقه بعد اللي بدات تصفر وحليت عليها. وهنا راكم تشوفوا راها واجده. نقلع هذاك الكرافس اللي تبغي تطحنه، انا قلعته صاير راني ديت منه كاع الفوائد تاعه. نقلع هذاك القرفه هذيك العود الصغير تحوس عليه ونقلعه، شوفي. ونزيد نقلع ورقه الرند، هادو ما نطحنهمش. من بعد نجيب الميكسر تاعي وهنا طفي النار، نجيب الميكسر ونطحن غايه كاع هاد الخضره مع بعضها هكا، نطحنها حتى تولي لي هكا ولات لي سوب. دروك هنا شعلت النار وخليتها باش تغلي وتكتك لي غايه فوق النار. شعلي على النار تاعك، والنار قلت لك دائما تقعد متوسطه. نروح نجيب نص كاس تاع لا كريم فريش، لا كريم ليكيد هذه. درت حوالي نص كاس، الكاس غير هذاك تاع ليمونات الصغير تاع 200 مليلتر، يعني ديري حوالي 80 حتى 100 مليلتر تاع لا كريم فريش. وإلا ما عندكش تقدري تعوضيها بالفرماج، اي نوع فرماج عندك نجمي ديريه وتخليه يذوب فيها الداخل. هذه تعطيك بنه سبيسيال ما من لا كولور، وتبدلها ترجعها كيما راكي تشوفي راكي ترجعها كلير، ترد اللون تاعها فاتح. خليتها 5 دقائق تتجمر مليح، طفيت عليها وحطيتها كيما راكم تشوفوا قدامكم. حطيتها في الغرفيه، جات ولا اروع، جات اكثر من رائعه، بنينه. والاهم من هذا ما يفهموش كاع شام ياكلوا
قولي لهم راحوا تاكلوا لا سوب وصاي. سورتو راه البرد والقرايه كيجوا هكا ل 11 ولا ل 12 كيجوا يلقوا حاجه سخونه مع زيدي نتيا معاها حاجه، زيدي ميني بيتزا، زيدي بوراك، ولا تقدي تزيدي خبز تاع الدار تاني يجي معاها مليح، وشويه سلطه بزاف عليك، تقدي تقلي شويه تاع لي فريت. هاد الصوالح اختياريين، اللي بغيتي تضيفيه معاها ضيفيه معاها. المهم انايا درت عليها شويه كريم فريش من الفوق للتزيين، وشويه هذاك تاع الحشيش تاع البسباس. وكانت الوصفه تاعي اكثر من رائعه، نتمنى من قلبي تجربوها باسكو فريمون غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. حبيباتي الا عجبكم الفيديو متبخلوش علينا بجام، كثرونا لي جام، كثرونا من التعاليق، تعرفوا بلي رايكم بزاف بزاف يهمني. نخليكم لوصفه واحده اخرى باذن الله. سلام.